سلام، مرحبا بكم في آخر أخبار المنتخب. قبل البداية ما تنساش أنك تشترك، دير إعجاب، وهيا بنا إلى المونديال. بنقول هيا بنا إلى التفاصيل. هضر هوغو بروس مدرب منتخب جنوب افريقيا على الماتش اللي غيجمعوا بالمنتخب، وقال: بعد تخطي الدور الاول يصبح كل شيء ممكنا عندما تشاهد نتائج باقي الفرق تقول ان الامر رائع. مباراة المنتخب المغربي ستكون جيدة كون انهم يتوفرون على فريق جيد، ورغم ان الفريق جيد لكننا هزمناه من قبل، وغادي يحاول المنتخب المغربي الفوز على جنوب افريقيا باش يطلع لدور الربع النهائي. ولا طلع تماك فهناك احتمال أن الرأس الأخضر كذلك هو من سيفوز في المواجهة وغادي يتلاقى معاه. نتمنوا خير إن شاء الله وما نستبقوش الأحداث، ونتمنوا أننا ننتصروا على جنوب أفريقيا. وكما كتشوفوا فلا فريق ضعيف، كل الفرق جاية وعينها على التتويج كيف ما قالوا بزاف ديال المحللين وبزاف ديال الناس، فهذه هي النسخة الأقوى، ماشي غير بسبب أنه من دور المجموعات غتبدا من دور الثمن، وكاع النسخ اللي فاتت كانت كتبدا من دور الربع، ولكن كذلك لأن المجموع القيمة السوقية ديال كاع اللعابة اللي كاينين في الكاف بزاف طالعة، وكتعتبر دابا أفريقيا هي ثالث أقوى بطولة كاينة في العالم بعد كأس العالم أوروبا. هذا بسبب أن بزاف اللاعبين ولاو كيختاروا تمثيل منتخباتهم الأم، فنقولوا الله يستر ونتمنوا خير إن شاء الله المنتخب الماتش الجاي، ونقولوا هيا بنا إلى القهوة باش نتفرجوا. هذا هي بينا لصقات فيها الدراري ما كنكلاشي والو. كيحاول الطاقم الطبي للمنتخب وبكل جهوده تجهيز اللاعب حكيم زياش للماتش الجاي ديال المنتخب ضد جنوب افريقيا. زياش اللي تصاب بالالتواء على مستوى الكاحل قبل نهايه الشوط الاول من الماتش، واللي فرض على الطاقم التدريبي ديال المنتخب انه يبدلوا مع بدايه الشوط الثاني. وتصاب زياش بالالتواء على مستوى الكاحل قبل نهايه الشوط الاول، وهو اللي خلى المنتخب يغيروا مع بدايه الشوط الثاني في الماتش اللي تلعب نهار الاربعاء ضد زامبيا. الفحوصات بينات أن الالتواء اللي وقع لحكيم زياش هو طفيف وغير حاد، وأن اللاعب فقط غادي يحتاج لحصص مع أخصائي العلاج الطبيعي بالإضافة لاتباع برنامج تدريبي خاص. حظوظ زياش كبيرة بالتحاقه بالمواجهة ديال المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا، بحيث أن بين اللقاءين غتكون تقريبا أسبوع. تم الإعلان على التشكيلة المثالية ديال دور المجموعات أفريقيا. التشكيلة أكيد عرفات هيمنة ديال المنتخب المغربي اللي حضروا بأربعة لاعبين، وهما الظهير الأيمن أشرف حكيمي، وقلب الدفاع نايف أجرد، ولاعب الوسط سفيان أمرابط، وعز الدين أناحي صانع الألعاب. هاد أربعة لاعبين هما فقط اللاعبين العرب اللي تواجدوا في هاد التشكيلة هذه، بحيث أن ما كاين حتى لاعب آخر من أي منتخب من أربعة الفرق الآخرين ما كاين في هاد القائمة، في حين أن التشكيلة ضمات كذلك ثلاثة لاعبين من منتخب السنغال، ولاعبين من غينيا الاستوائية، وواحد من منتخب الكونغو الديمقراطية وأنغولا. وبهذا فالتشكيلة المثالية هي كالتالي: حراسة المرمى جيسوس أونو من غينيا الاستوائية، خط الدفاع أشرف حكيمي من المغرب، وكاليدو كوليبالي من السنغال، ونايف أجرد من المغرب، وأرتر ماسواكو من الكونغو الديمقراطية. خط الوسط سفيان أمرابط من المغرب، وعز الدين أناحي كذلك من المغرب، ولامين كامارا من السنغال. خط الهجوم جينسول دالا من أنغولا، وإسماعيل سارا من السنغال، وإيميليو إنسوي من غينيا الاستوائية.